ازيكم يا شباب، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. والنهارده واخيرا بعد حوالي شهرين ونص تجميعة القناه، هنجمع اجزاء الكمبيوتر بتاع القناه. كل حاجه هنتكلم عن كل التفاصيل. تابعنا للنهايه، ولو عجبك الفيديو اعمل لنا لايك بقى، يعني انزل اعمل لنا لايك كده واشترك في القناه، ان شاء الله هتلاقي حاجات مفيده جدا في القناه. ويلا بينا نبدا الحلقه بتاعتنا دلوقتي. واول قطعه طبعا في التجميعه بتاعتنا وتعتبر اهم قطعه اللي هي المذر بورد. والمذر بورد اللي معانا البي 560 ام اورس برو، ودي تعتبر من المزارات اللي مميزه الى حد ما، وحاليا متهيألي صعب ان انت تلاقيها. انا قعدت ادور عليها حوالي اسبوعين لحد ما لقيتها. هي ناقصه شويه في السوق، بس من المزارات المميزه جدا. المزر طبعا تتميز بالهيت سينك اللي على الفي رام، ودعم البروسيسور بخطوط الطاقه قويه جدا. وما شاء الله تعتبر فيها 13 خط طاقة 12 بلس 1 زي ما بيقولوها يعني. طبعا المظهر اللي معانا دي فيها كل السنسورات اللي تتوقعها. فيها سنسورات حرارة لكل قطعة في الجهاز، الفي رام، الرام، البروسيسور، كل حتة. طبعا تقدر تتحكم في المراوح، ما فيهاش أي مشاكل. فيها كمية مخارج للمراوح، تقدر تركب عدد مراوح كبير جدا عليها. فيها طبعا الادريسابل ار جي بي والار جي بي العادي، تقدر تركب مراوح فيها ار جي بي، تقدر تركب اللي هو اسلاك الار جي بي او خطوط اللي هي اللاين اللي بيعمل الوان دوت. تقدر تركب عليها ليكويد او ليكويد كولينج او اير كولينج. الدنيا تمام لذيذه جدا معاك ما شاء الله، تعتبر من الحاجات المميزه. طبعا المظهر دي من الجير ال 11، ما تشيلش اكتر من كده. تقدر تشيل لحد طبعا الاي 9 من الجيل 11، ما فيهاش اي مشاكل. بتعمل ابديت للبايوز والدنيا امورك يعني تمام ماشيه، ما فيش اي مشاكل. بعد كده تاني قطعة وتعتبر برضو من القطع المهمة جدا، البروسيسور. والبروسيسور اللي معانا النهاردة ال 11400 اف الاي 5. يعتبر أداؤه متوسط، سعره متوسط برضو، مش حاجة غالية قوي ومش حاجة قليلة قوي. في نفس الوقت شغال مع الألعاب تمام، مفيش أي مشاكل. شغال في برامج المونتاج، في كل حاجة تمام. بس يعيبه إنه بالستوك كولر بتاعه للأسف درجة الحرارة بتاعته بتعلى قوي. فيستحسن إن أنت تجيب له كولر خارجي، ومش لازم تجيب له كولر حاجة غالية قوي، لكن لو جبت له كولر معقول هيشتغل معاك عادي. يعني انا مثلا اول ما اشتغلت بيه بالكولر اللي هو الجاي معاه الستوك كولر دوت، جاب لي حتى في الخمول درجة حرارة بتوصل ل 55. لكن الحمد لله لما اشتغلت بالكولر اللي انا جايبه، عمل درجة حرارة في الخمول 32، وعلى اقصى درجة تشغيل وبعض الاداء العالي ادانا حاجة بتاعت 65 66. لكن طبعا بالستوك كولر بتاعه لما كنت بتضغط عليه شوية كان بيوصل ل 87، وده طبعا حاجة مدمرة للبروسيسور. وطبعا بروسيسور 11400 اف، الاف جي بترمز ان هو ما فيهوش كارت شاشة داخلي. وهو طبعا ال جي اي 1200، مش 1700. ال 1700 دي اللي هي الحاجات اللي هي بداية من الجيل ال 12، لكن ده ال جي اي 1200. بعد كده طبعا معانا الرامات. والرامات طبعا البروسيسور اللي معانا ما يشيلش اكتر من 3200 ميجا هرتز اللي هي السرعة يعني. معانا طبعا رامات مميزة جدا من كينجستون. الرامات دي اللي هي الفيوري بيست، الشريحة الواحدة 8 جيجا، واحنا جبنا شريحتين كل واحدة 8 جيجا. 16 جيجا كبداية مش وحشين، تقدر تبدأ بيهم. وهم طبعا زي ما قلنا بيوصلوا في الاكس ام بي لحد 3200 ميجا هرتز. وطبعا هم سي ال 16. وان شاء الله هتلاقي في الحلقات اللي سابقة الحلقة دي في شارحين كل حاجة. هتلاقي على القناة كل حاجة مشروحة. هتلاقي في البلاي ليست في قائمه كده بتاعه صيانه الكمبيوتر، تقدر ان انت تخش وتشوف كل الحلقات بتاعه كل قطعه مشروح بالملي بكل حاجه، مستعرضين كل حاجه. ويلا بينا نشوف الجزء اللي بعد كده. بعد كده طبعا حاليا ان انت لما تيجي هتعمل تجميعة صعب ان انت تشغلها بهارد ميكانيكي او بهارد اتش دي دي. لكن حاليا او ممكن تجيب لها اس اس دي، لكن احنا كمان جبنا الام دوت 2 من نوع ان في 1، وده طبعا برضو من شركة كينجستون، وده تعتبر من الحاجات المميزة جدا. الام دوت 2 اللي معانا سرعته في الكتابة بتوصل، في القراية بتوصل لحوالي 2500، وفي الكتابة حوالي 1900. هتلاقي له برضو حلقة على القناة شارحين كل حاجة، قايلين السعر، قايلين كل حاجة عليه. يعتبر من الفئات المميزة أو الفئات الاقتصادية. حجمه 500
ميجا 500 جيجا سوري، حجمه 500 جيجا. تقدر طبعا تسطب عليه الالعاب، وهيديك سرعه عاليه جدا في الالعاب، بحيث ان انت هتفتح معاك الالعاب اسرع، هتفتح معاك البرامج اسرع. في برامج المونتاج طبعا هيفرق وانت بتعمل ريندر والكلام ده كله، والتايم لاين هيفرق معاك كتير جدا، ويعتبر من الحاجات المميزه. هتلاقوا له برضو حلقه عليها. وطبعا هو القطعه اللي معانا زي ما قلنا قبل كده في الحلقه نفسها ان هو دي راملس، ان هو ما فيهوش دي رام، وطبعا ده شيء ما يعبوش، بالعكس ده مخلي سعره معقول، تقدر تشتريه بسعر مميز جدا. وهتلاقي له الحلقه زي ما قلنا. ويلا نشوف الجزء اللي بعد كده. وطبعا واحنا بنستعرض البروسيسور بتاعنا قلنا ان هو بيوصل بالستوك كولر لدرجه حراره عاليه جدا، فاحنا جبنا له كولر يعتبر الى حد ما احترافي من شركه زيجماتيك، وهو من نوع ويند باور برو. طبعا هتلاقي في الشركه دي اكتر من موديل، بس ده يعتبر اعلى موديل ليها. زي ما انتم شايفين ار جي بي من كل النواحي، ادريسابل ار جي بي كمان، شكله جميل جدا مميز، واداؤه بسم الله ما شاء الله اداء مميز جدا. وفعلا وصل درجات الحراره في البروسيسور لحد مثلا في الضغط القوي جدا، وفي درجة حرارة الغرفة اللي هي تعتبر 25 26، وصل درجة حرارة البروسيسور لحد 65، ده أقصى حاجة مع الضغط. فيعتبر طبعا من الكولرز المميزة جدا، وفي نفس الوقت تقدر تستخدمه لبروسيسورات الكي ما فيهاش أي مشاكل. شكله جميل، أداؤه كويس جدا، صوته هادي جدا، مع مروحتين. التاور بتاعه ما شاء الله كبير، وبرضه هتلاقوا كل قطعة في الجهاز مشروحة في حلقة قبل كده. بالنسبة طبعا للتخزين، اخترنا الهارد الويسترن ديجيتال 2 تيرا، حاجة مناسبة جدا لو انت يعني برضو شغلك متوسط، لا انت بتخزن مثلا حاجات احجام كبيرة جدا، ولا بتخزن حاجات معقولة. 2 تيرا يعتبر كويس جدا. الهارد اللي معانا طبعا من ويسترن ديجيتال. ويسترن ديجيتال حاليا مغرق السوق ومليان في كل حتة هتروح هتلاقي ويسترن ديجيتال. الهارد اللي معانا طبعا سرعته تقريبا 5400 ار بي ام، الكاش بتاعه 64، فيعتبر من الحاجات برضو المتوسطة، سعر معقول، اداء كويس. بس حاول ان انت تجيبه من الوكيل، يعني هتدور هتلاقي الوكيل بتاعه بيبيعه، بحيث ان انت تبقى ده واخد عليه على الاقل ضمان سنتين. وهو طبعا ساتا خلاص، ما فيش طبعا الحاجات القديمة دي، بس ما شاء الله اداؤه كويس، حجمه كويس، تقدر تعمل برضو تقسمه زي ما انت عايز. واحنا برضو على القناة هتلاقي شرح وتقسيمه وفرماته وقياس سرعته وكل حاجة، هتلاقي حلقة مناسبة ليه. بالنسبة طبعا لكارت الشاشة، ومع ارتفاع أسعار كروت الشاشة الكبيرة قوي، كان عندي كارت في التجميعة القديمة من شركة زوتك جي تي اكس 960، قلت هستخدمه، وما شاء الله أداؤه كويس جدا، وبيسحب جزء بسيط من الرامات لحد ما يوصل ل 10 جيجا. أنا اللي معايا 4 جيجا، وبيسحب الجزء ده فبيبقى 10 جيجا. كنت جايبه طبعا ايام الزمن الجميل لما كانت الاسعار معقولة، بس طبعا الدنيا دلوقتي بقت الاسعار غالية جدا، فطبعا قلت شوية كده وان شاء الله ابدا احوش واجيب كارت بقى من الحاجات اللي هي بستة 7000 جنيه. بعد كده زي ما انتم شايفين معانا في التجميعة الكيسة الماتريكس، مش الماتريكس 55، مش تعتبر من الكيسات المميزة جدا، ومن اسمها طبعا باين ان هي يعني بتهتم بالاير فلو جدا، وان الواجهه بتاعتها مش بالكامل. وراها طبعا في فلتر، فيها فلتر فوق، فيها فلتر تحت الباور سبلاي، فيها فلتر امامي، بحيث ان هي تضمن اعلى تدفق للهواء، وفي نفس الوقت تضمن انه مش فيش كميه تراب. وبصراحه انا بعد استخدام فتره طويله، لا ما شاء الله تمام، ما فيهاش، ما بتلمش فعلا تراب كتير. الفلتر بيلم كل حاجة، تقدر انت تشيله بعد كده، وتقدر ان انت تنظف الفلتر بكل سهولة. الكيسة تعتبر من الكيسات الاقتصادية، تقدر تحط فيها ليكويد كولينج فوق لحد 240، او مروحتين يعني تعملهم اكزوست، تعملهم براحتك. الامامي لحد 280 بالنسبه للليكويد كولر. برضو لو عندك الكولر الحاجات الكبيره ديت هتلاقيه عادي، ما فيش اي مشاكل. الكولر الكبير الحاجات الكبيره هتلاقي راكب فيها بكل اريحيه، يعني ما فيهوش اي مشاكل. من الكيسات المميزه جدا، حجمها ما شاء الله كويس جدا. تعتبر برضو تقدر تركب فيها حاجات ار جي بي، الدنيا ماشيه معاك تمام، وسعرها معقول. لو جبتها من غير مراوح هتلاقي سعرها في حدود ال 850 900، لو جبتها بالمراوح ممكن توصل معاك ل 1300 جنيه. بس انا عن تجربة لا، يستحسن هاتها من غير مراوح، وانت براحتك حط المراوح اللي انت عايزها. ده برضو طقم مراوح لذيذ جدا من شركة
سيرمال تك. وشركة سيرمال تك طبعا معروفة، هو طقم مراوح مع المديولر بتاعه، او سوري مع الهب بتاعه. تقدر تتحكم فيه، تقدر تتحكم في الالوان، في سرعة الالوان، تقدر تتحكم في سرعة المراوح. كل ده من الهب اللي موجود معاها. مجموعة مراوح سريعة كده ولذيذة، سعرها برضو مش غالي جدا. طبعا احنا عارفين المراوح ان في حاجات بتوصل لحد 1000 جنيه و1200 والكلام ده، لا هي سعرها في حدود 350 400، وجميلة جدا. وطبعا حجمها 120 ملي. ثلاث مراوح مميزة جدا، وتقدر ان انت بدل ما يعني الكيسة يبقى وتجيبها بمراوح وتجيبها اغلى، لا تجيب المراوح دي وتجيب الكيسة لوحدها، وتقدر ان انت تمشي الدنيا يعني لحد ما تقدر ان انت بعد كده تجيب حاجة اعلى شوية. وفي النهاية طبعا يا رب يكون الفيديو مفيد ليك وتكون استفدتوا منه. أنا بصراحة قعدت جمعت الكيسة دي في حدود شهرين، لأن ما كانش معايا المبلغ كامل، فكل ما كان بيجي لي فلوس كنت بشتري قطعة وبركبها. ويا رب الحلقة تكون مفيدة ليكم. ما تنسوناش باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.